جاءت في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري. قال حدثنا يوسف بن محمد وأبو موسى إسحاق الفروي قال حدثنا جرير ابن عبد الحميد حدثنا إسماعيل والأعمش عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا رأيتم معاوية على منبره فاقتلوه، فتركوا أمره فلم يفرحوا ولم ينجحوا. يعني المفروض يا مؤمن إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر تحذيرا شديدا. حبيبنا يا أبو معاوية تعالى حذر تحذيرا شديدا من معاوية وقال: إذا رأيتم معاوية على منبر فاقتلوه، مع أن يا مؤمن عمر بن الخطاب ولاه على الشام. سبحان الله. طيب، هذه الرواية أخوان في كتاب أنساب الأشراف للبلاذري. هشام بن عمار يبقى شيخ البلاذري وشيخ البخاري. انتبهوا، لأن النقاط اللي أنا بقولها طبعا دي هنقولها في بداية البث، يعني هنبين ضعف الرواية وعلة الرواية في بداية البث، وبعد كده ناخد الحوارات سجال مع الشيعة الرواقص، قصدي الروافض كده يرقصون يعني. المهم، يقول في أنساب الأشراف للبلاذري هشام بن عمار قال لي هشام بن عمار: نظرت في أحاديث معاوية عندكم فوجدت أكثرها مصنوعة. نظرت في أحاديث معاوية عند أنساب الأشراف للبلاذري فوجدت أكثرها مصنوعة. طيب، يعني إيه مصنوعة؟ يعني مخترعة. في كتاب منهاج السنة لابن تيمية قال: وروى ابن بطة بإسناده الثابت من وجهين عن الأعمش عن مجاهد قال: لو أدركتم معاوية لقلتم أنه المهدي. مين يا مؤمن اللي بيقول الكلام ده؟ اللي بيقول الكلام ده الإمام الأعمش، اللي هو مفروض في رواية أنساب الأشراف للبلاذري بيقول: إذا قال النبي: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، فكيف يقول إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه وفي نفس الوقت يقول أنكم لو أدركتم معاوية لقلتم أنه المهدي من حلمه ومن كرمه ومن شجاعته ومن جوده؟ فهذا دليل على أن هذه الرواية ساقطة لا تصح. كذلك الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة أورد هذه الرواية: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه، قال موضوع، يعني رواية ساقطة موضوعة ضعفها الشيخ الألباني. من تاني يا مؤمن؟ كذلك في كتاب الأباطيل والمناكير والمشاهير الجوزجاني الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير الجورقاني قال: هذا حديث لا يرجع منه إلى الصحة، يعني ليس بصحيح. إذن يا إخوان، هذه الرواية بكل حالاتها رواية ساقطة ضعيفة ضعفها الجورقاني وضعفها الشيخ الألباني. في صحيح البخاري أن سعيد بن المسيب يقول: قدم معاوية المدينة آخر قدمة قدمها فخطب فأخرج كبة من شعر، قال: ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود، إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور. إذن يا إخوان، هذه الرواية ساقطة لا تصح. الآن السؤال المنطقي، يعني إحنا لو مشينا مع الشيعي بيقول إن النبي قال: إذا رأيتم معاوية على منبري فاقتلوه. الحسن سلم المنبر لمعاوية ولا لا؟ سلم المنبر لمعاوية. المفروض إن الحسن سلم الإمارة لمعاوية ومعاوية سيخطف في الناس. فهل كان الحسن على حق عندما سلم منبر الرسول لمعاوية ولا كان على الباطل؟